وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم ربما نؤجل قراءة من صحيح البخاري بمناسبة الاحتفال بالواحد من سبتمبر سنة 1961. هذا التاريخ الذي انطلقت فيه الثورة الإريترية، وكان بالأمس الاحتفال أو قبل أمس بشأن هذا الموضوع. وكان أيضا نحن كإريتريين من الواجب علينا أن نتحدث عن هذه الثورة التي حدثت في هذا التاريخ من أجل استقلال إريتريا كاملة بما فيها من المكونات الإسلامية والنصرانية وغيرها، بهدف أن تكون إريتريا حرة. قاتل الشعب الإريتري بجميع مكوناته، وقام بالكفاح المسلح ضد الاستعمار الأثيوبي، وخاض معارك كثيرة دموية ومالية واقتصادية، وبسبب ذلك حصلت أيضا في داخله انشقاقات، وحصل في ذلك أيضا اختلافات كبرى تاريخ يعرفه أبناء الإريتريين من الجيل الأول والثاني. أما الجيل الثالث فمع الأسف لم يهتم بشأن إريتريا كما ينبغي. هذه الثورة نجحت وحصلت على استقلال إريتريا في سنة 1992، ما بين 91 و92، واعترف بها كدولة في 93، وأصبح علم إريتريا يرفرف في الأمم المتحدة. لكن السؤال: هل استمتع الشعب الإريتري بهذه الثورة؟ هل استمتع الشعب الإريتري باستقلال إريتريا؟ حينما تدرس الواقع تجد أنه يخالف تماما لفظ الاستمتاع. لماذا؟ لأن الشعب الإريتري نصفه خارج إريتريا، ولأن الشعب الإريتري جزء كثير منه لا يستطيع دخول إريتريا، ولأن مجموعة ليست بقليلة في سجون النظام الإريتري، ولأن الشعب الإريتري لم تتح له الفرصة يختار رئيسه وحزبه من خلال صناديق الانتخابات. ما زال الشعب الإريتري يحمل بطاقة مكتوب عليها الحكومة الإريترية المؤقتة. ربما في الآونة الأخيرة حذفوا هذه العبارة، لكن إلى عهد قريب مكتوب فيها قرابة 25 سنة ويزيد الحكومة الإريترية المؤقتة. الشعب الإريتري مع الأسف لم يجد الحرية والعدالة. المهاجرون الإريتريون في السودان الآن قاربوا 50 سنة لم يعودوا إلى بلدانهم. معسكر ساوة ما زال يدرب
ما زال يدرب إلى يومنا هذا دون أي مقابل، وما زال الجندي الإريتري الشاب الذي كان عمره عندما حصلت إريتريا على الاستقلال 20 سنة، اليوم هو عمره كم و30 كم و50 سنة، ولا يزال جندي مستعد للقتال، ويجب عليه أن ينفذ أوامر النظام. نحن معاشر المسلمين أغلقت مدارسنا وسجن علماؤنا، وآخرهم آدم شعبان، ومنع أبناؤنا من قراءة القرآن الكريم، بالرغم أننا كمسلمين قاتلنا مع الثورة وقدمنا شهداء، بل نحن الأكثر الذين قدمنا شهداء، عددنا أكثر، ضحايانا أكثر، ومع ذلك لم نستمتع بهذه الحرية. كثير من خبرائنا ومن علمائنا يرغبون في العودة إلى بلدانهم، ولكن النظام لا يقبلهم. بلدنا رغم حلاوة الأرض وغناء الأرض بالثورات المعدنية والسمكية والحيوانية، ما زلنا فقراء، لم ننعم بهذه الأموال، وما زلنا بل تحت خط الفقر. فأين الاستمتاع بهذه الحرية؟ وأين الاستمتاع بهذه الثورة التي قمنا من أجلها؟ هذا النظام الموجود أثار الفتنة بيننا وبين إخواننا النصارى، فقربهم وأبعدنا، أكرمهم وأهاننا. لا شك في من إخواننا النصارى والمسيحيين من هم مسجونين، ونحن نطالب أيضا بالإفراج عنهم، كما نطالب بالإفراج عن كل مظلوم إريتري مسلم ومسيحي. بلا شك أنهم تأذوا أيضا من هذا النظام، لكن هذا النظام قرب النصارى ومكنهم من الدولة وآتاهم كل المناصب، وأبعدنا كمسلمين. والشعب الإريتري مغلوب على أمره، قبل بذلك وتمنى أن هذا النظام يحكم بالعدل والإنصاف، لكن مع الأسف سجن للعلماء، إغلاق للمدارس، التدخل في إدارة المدارس المدعومة من أبناء المسلمين الإريتريين، التدخل في شؤونها والتدخل في إدارتها وتعيين المسيحيين مدراء فيها، وسجن اللجان التي كانت تعمل بإخلاص فيها. نظام يحارب المسلمين، نظام يحارب القرآن الكريم، حتى مدرسات القرآن الكريم لم يتركهم، سجنهم. ما هو التهمة؟ لماذا تعلمين القرآن الكريم؟ نحن الحقيقة كمسلمين نتمنى أن نحكم بالعدل، يحكمنا مسلم، يحكمنا مسيحي، لكن نحن نريد الحرية والعدالة، وأن يرانا النظام بالفعل على مسافة واحدة. نطالب النظام بالحرية الدينية. الحرية الدينية ليس فقط أن تترك المسلمين يصلون 5 أوقات في المساجد، لا، الحرية الدينية هي أن تمنحنا
أن نعلم أبناءنا ونفتح المدارس والكليات والجامعات، هذه حرية دينية. لماذا النظام يمنعنا من هذا؟ ثم لماذا النظام يمنعنا من التواصل مع إخواننا المسلمين من المجاورين الأبعد والأقرب؟ لماذا؟ لماذا إريتريا رغم أن تاريخها تاريخ عربي رصين ليست في جامعة الدول العربية، وإنما هي ضيف مراقب في الجامعة العربية؟ قدمت ملفي من أجل أن أحصل على درجة الماجستير والدكتوراه في إحدى الجامعات التابعة لجامعة الجامعة العربية. قالوا لي مع الأسف إريتريا ليست في جامعة الدول العربية. لماذا؟ نحن تاريخنا عرب، تسلسلنا عرب، مسيحيين ونصارى، هذا هو الأصل. لماذا يبعدنا هذا النظام عن إخواننا المسلمين؟ المؤسسات الخيرية الإسلامية ممنوعة أن تعمل في داخل إريتريا. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ لذلك أقول: من الذي استمتع بالحرية في إريتريا؟ من؟ أنت تعيش في إريتريا تخاف من ظلك، لأن الجواسيس والأمن في كل زاوية من الزوايا. الشيوخ وطلبة العلم أما هؤلاء فهو مغضوب عليهم، ليس لهم مكانة في إريتريا أبدا. أنك تتخرج من جامعات إسلامية وترجع فتعلم أهلك وذويك الصلاة الصيام زكاة، هذا ممنوع، هيهات هيهات. فبماذا إذن أنا سأفرح بهذه الثورة التي أنا أنفقت من أجلها الدماء والأموال لأكثر من 35 سنة، ثم ابتلى بنظام لا يحترم القوانين ولا يحترم حرية والعدالة مع الأسف الشديد؟ لذلك نحن نحتاج إلى أن نعيد النظر مرة أخرى، نعيد النظر مرة أخرى. هل نحن فعلا في سعادة وفي أمن ورخاء في إريتريا؟ هل نحن فعلا كشعب إريتري مكون الشعب الإريتري كاملا أن نحن ننعم بهذا؟ فإذا كنا لا ننعم فماذا علينا أن نفعل؟ لذلك ما الداعي من هذه الاحتفالات إذا كنا ما زلنا نعاني من الظلم والمتابعة والسجن بل حتى القتل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن إريتريا، وأن يغفر لنا ما قدمناه من ذنوب ومعاصي. ربما كان هذا بسبب أخطاء بعد قادتنا الذين لم يكونوا يهتمون بالدين والصلاة والزكاة والطاعة. ربما سلط الله علينا مثل هذا النظام الظالم الذي حقيقة أصبح سيفا سلتا على رؤوسنا. لم نستطع أن نعود إلى بلادنا ولا نزور أقاربنا ولا ننمي البلاد أبدا. هذه عقوبة من الله لأننا قصرنا. اليوم ندعو إخواننا المسلمين، المظاهرات التي حصلت في كل بلدان العالم من أجل القرآن ومن أجل الشيخ آدم، من هذا المنبر أشكرهم على هذه المظاهرات. والمظاهرات في القول الصحيح من أهل العلم جائزة ما دامت هي تحقق لك المصالح الإسلامية وليس فيها الضرر لا على الحكومات ولا على الأفراد، وأنها مظاهرات سلمية يسمح بها القانون، فهي جائزة شرعا. فجزى الله كل إنسان تظاهر من أجل الحرية والعدالة ومن أجل القرآن الكريم. هذه المظاهرات هي خرجت نصرة لهذا الشيخ آدم عثمان، والله لا نعرفه أبدا ولا نعرف عائلته ولا نعرف، ولكن نعرف أنه مسلم وأنه كان يدرس القرآن الكريم. اتهموه بأنه يفعل الفواحش مع الأبناء، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اتهموه بأنه سارق الذباب الإلكتروني التابع للنظام
اتهموا بأنه سارق، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا كذب وافتراء على هذا الرجل. وإن كان صحيحا فرضا، فلماذا تحرمون الأبناء من هذه المدرسة؟ أخطأ مدرس يؤتى بمدرس آخر، أخطأ الشيخ يؤتى بشيخ آخر. لماذا تغلقون مدرسة يستفيد منها 3000 طالب؟ لماذا؟ ماذا بينكم وبين القرآن الكريم من عداوة؟ لماذا تخافون من القرآن الكريم؟ إذن هذا النظام يحارب الإسلام ويحارب القرآن الكريم، لا يحارب طوائف أخرى أبدا. التهم التي وجهت إلى آدم عثمان هي تهم كلها باطلة، وهو منها براء. لكن تاريخ الذي قرأناه من خلال منذ أن تأسست، منذ أن احتل هذا النظام الحكم في إريتريا، وهو يحارب العلماء ويسجنهم ويغلق المدارس ويضيق على المسلمين حتى الإنترنت. لماذا هذه الدولة ليس فيها الإنترنت؟ هل هم فقراء إلى هذه الدرجة؟ أكبر شركات العالم تستطيع أن تدخل، ولكن النظام لا يريد الشعب الإريتري أن يتفقه في الدين وأن يتفقه في العلوم الثقافية والإدارية وغيرها وأن يستنير عقله. لا يريد هذا، يريدك أن تكون جاهلا بعيدا عن المجتمع قدر المستطاع. لذلك هو تسليط من الله عز وجل علينا بما كسبت أيدينا. علينا أن نتوب، علينا أن نتوب إلى الله ونصلح العلاقة بيننا وبين الله عز وجل حتى يصلح الله أحوالنا. القرآن الكريم يحارب في إريتريا مع الأسف. أسأل الله تعالى أن يفرج عنا يعني همنا وغمنا، وأن يرزقنا الحرية والسعادة كما تنعم بها الدول المجاورة. الدول المجاورة ينعمون باحترام القرآن وبالحرية والعدالة. أثيوبيا، جيبوتي، الصومال، نحن نسأل الله تعالى أن ننعم أيضا بهذه الحرية والعدالة. هذا مناسبة يعني الفاتح من سبتمبر لعام 1961. ما زلنا والله المستعان في ثورة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا، فسيل الضيم في دم